شقائنا دانا لنا عليه ملامة وغاضب علينا. أبو الشقاء الكذب لي دواء. أبو الشقاء الكذب لي دواء. قلبي إليه يميل لساني طويل. قد هجموا علينا يا ويله قد هجموا علينا. ثم يا أبد لما يا أيها العامل يا أبد لما أفق من النوم. أنا كروان يا أبد لما. هيا أفق من الأحلام يا عجب أبد لما. من الذي يناديني؟ أنا كروان، جئت أتحدث إليك بالذي حدث وكان. ماذا حدث؟ يكاد الخوف يذهب بعقله. تكلمي يا زوجة المليح. يا أبد لامة، الغربان مات؟ لا، وأنا من أجل هذا أبكي. عجب، ألأن الغربان لم يمت تبكين وتولولين؟ نعم يا أبد لامة. 10 مرات العجب وتقولين نعم. ترى ما السبب؟ يا أبد لامة، لو أن الغربال مات لأصبح من الأموات، لكن الغربال مفقود، والمفقود كأنه الذي لم يولد وعلى الأرض لم يوجد. أتعنين أنه ضاع؟ نعم لقد ضاع. خرج منذ يومين من الدار ولم يعد حتى الآن. لنعد إلى النوم إذن. يا عجب العجاب أبد لامة، أقول لك إن الغربال قد ضاع، فتنام وتستسلم للأحلام. أين الحنان؟ أين المروءة؟ أما تخشى على الغربال من الموت؟ يا زوجة المليح. نعم. اخفضي الصوت. سكتنا يا أبد لامة، ولكننا سنواصل البحث عن الغربال في الأودية وبين التلال وأيضا داخل الجبال. وندور وكأننا العفيسة في القدور. دخلنا البيوت، فتشنا بساتين النخيل والتوت. ترى هل حان وقت الغربان ليموت؟ يا رجل، الغربال مفقود وأنت تعزف وتطنطن على العود وكأنك بيننا لست بموجود. أنا سمعت لحننا الحزين على ألحان الرثاء أتمر، وهذا العود أمر، لذا تسمعينني أطنطن
وأدرك. البحث عنه ضروري ونافع، لربما بالتفتيش والتدقيق ذاك الغربال يرجع. وماذا تريديننا أن نفعل الآن؟ نبحث هنا وهناك، علنا نجد له أثرا أو نسمع عنه خبرا. كما تريدين، ابدأي أنت بالبحث وأنا سأكمل التمرين. هيا سر أمامي. أين المروءة؟ أين الشجاعة؟ اذهبي إلى أبي دلامة. كيف تجادل يا رجل؟ الغربال يهدده الأجل. هيا هيا بالعجل. هيا هيا. الخبر يذهب بالصواب ويحمل الشيب للشباب. انهض يا أبا دلامة واسمع الكارثة. الكارثة أين وقعت وفي أي مكان ومع من الناس؟ هيا تكلم يا مليح تكلم. عقد مني اللسان ولم أعد أقوى على الكلام. يا رجل يكاد قلبي يتوقف عن الخفقان. ما هذه الكارثة؟ بل قل مصيبة وأيضا مصيبة وعجيبة وغريبة. مصيبة عجيبة غريبة. أين وقعت هذه الكارثة وفي أي ساعة؟ ألديك الشجاعة إلى الاستماع؟ العقل مني قد ضاع. لا، ليس عقلك الذي ضاع، بل الغربال الفقير الحال. غربال، لنعد إلى النوم إذن. أمن أجل غربال تقلق راحتنا؟ رفقا يا جماعة بحالتنا. أبا دلامة وتنام بعد الذي أخبرتك إياه. أنا أحب النوم المريح، فدعني واذهب يا مليح. ماذا تصرف؟ كأن قلبك من الصفيح. انهض يا أبا دلامة وساعدنا بالبحث عن المفقود. شخيرك كشخير البقر وقلبك من حجر ولست من البشر. وجه تعودنا عليه غاب عنا فهف قلبنا إليه. وجه الغربال وجه محبب، إذا لم يعد سنرى من الحزن العجب. الحب أولى بنا وهو حق لنا. نفرح على ضياع الصديق. ما لنا وللصديق؟ الحب يا لبينا يفرح القلب مرة ومرات يجعل القلب في ضيق. أحببت الغربال كما أحببته أنت يا ابن العم، وعلى ضياعه بدأت أشعر بالندم. عجبا منك يا ابنة العم، أنت في هم ونحن في هم. الهم مشترك والغم بيننا جميعا قد اشتبك. إنما قصدتك بالكلام وقصدت ذاتي. نحن والغربال أهل، وأخاف بعد الضياع ألا يأتي. افهمي يا لبينا، الكلام ليس لغربال، الكلام كان علينا. فهمت يا ابن العم، أنت مهموم وأنا مهمومة، أنت مغموم وأنا مغمومة، أنت مظلوم وأنا مظلومة، أنت حزين وأنا حزينة. وبسبب ماذا كل هذا؟ بسبب ضياع الغربال. غربال. عجب، صار الغربال هو الأهم ومنه يأتي الهم والغم. السلام عليك يا أبا دلامة. وعليك السلام يا غربال. قم وانظر إلى قوسي وسهامي. دعني أنام يا غربال. هو قوس جميل اشتريته من أفضل الأسواق مع سهام تطير. من الذي يكلمني؟ غربال؟ هو أنا على ما أظن. أنت بشحمك ولحمك لقد أصبت الكل في همك. أنا أصبت من
لم أطلق من السهام شيئا بعد. أين كنت يا غربال؟ ألم تذهب شقيقتي إلى الأقارب؟ نعم. ألم يلحق بها زوجها؟ أيضا نعم. أنا لحقت بهما وهناك تركتهما، ثم اشتريت هذا القوس والسهام وسرت إلى الأمام حتى وصلت بسلام. خبر هام. الوحيد الذي لم يخف عليك هو أنا، لأنني أعرف تصرفاتك وأعلم حركاتك. ومن الذي خاف علينا؟ الجميع ما عدا كما قلت أنا. ولماذا لم تخف ولم تقلق على الغربال؟ لأن الضياع يضيع وغربال لا يضيع، لأن التشرد يشرد وغربال لا يتشرد، فكيف تريد مني أن أحمل همك وغمك؟ إذا أنت لن تبكي علينا إذا متنا؟ لا عليك يا غربال، سنبكي عليك. أنت مت قرير العين وفارقنا. إذا الآن ارتاحت نفسي واطمأن قلبي. إلى اللقاء. إلى أين؟ سأجرب هذا القوس بسهم يطير، لأن هذا القوس كان لأحد المشاهير. والسلام عليكم. لقد طار النوم من العينين. اجلس يا أبا دلامة وفكر بقوس المشاهير. غربال لا يجلب لنا إلا الأمر الخطير. غربال يا غربال يا غربال غربال يا غربال يا غربال غربال يا غربال غربال يا غربال غربال يا غربال. يا كروان. نعم يا زوجي. هل وجدت؟ وجدت من؟ الذي تبحثين ونبحث عنه. من هو يا زوجي؟ الغربال الذي من عودته فقدنا الامل. يا ويلي، ماذا أصابه؟ ولماذا فقدنا الأمال من عودته ورجعته؟ يا زوجتنا، إن كنت لا تعلمين عمن تبحثين فعلى ما كنت تنادين ولماذا تصرخين؟ كنت أنادي غربال يا غربال غربال يا غربال. أحسنتي. لماذا ولأي أمر حزين؟ وهل نحن ننادي الناس من شدة الحزن يا زوجي؟ طبعا لا، طبعا لا، طبعا لا. يا مليح يا زوجي، لماذا تضرب على رأسك؟ من شدة الذكاء الذي في داخل الرأس. شكرا على الإطراء، هذا يشد بنا إلى العلاء. شدي رأسك بحبل سميك وفي آخره حلقة لأنتهي من هذه العلقة. شكرا لك يا زوجي، لك ذات الحبل ومثله. ولكن يا زوجتي هذا ليس من الإطراء. أفهم وأعلم، أتمنى لك مثل ما تمنيت لي، فليكن الشنق لك مثل ما هو لي. يا ويلي، تفهمين وتعلمين عندما تريدين. يا زوجي يا مليح، قال أبو ذرافة: عش غشيما بين الناس يا ذكي كي لا تموت من التعاسة. حيرتني يا كروان. نعيش معا الأيام والسنين دون أن أعلم إن كنت ذكية أو أنك تفهمين. الذكاء يصدر من عندنا، لكنك ترى الشكل ولا ترى العقل. يا كروان، هو زينة. من الذي هو زينة؟ العقل. أي عقل؟ يا امرأة اعقلي. ماذا أفعل لكي أعقل؟ فكري ثم انطقي. التفكير السليم من العقل السليم. معك حق.
مليح. ها أنا أفكر. أحسنتي وأيضا أفكر. أحسنتي وأجدتي. هيا يا مليح، اسأل بالعجل قبل أن يذهب الفكر ويضيع الذكر. عمن كنت تبحثين وقد ضاع منذ أيام واسمه الأول غربال. الآن تذكر. الحمد لله. عنك أنت أين كنت؟ أحرجتنا حتى إليك أخرجتنا. كروان، ما بك يا زوجي؟ هاتي هذه العصا. على الرأس والعين. تفضل يا زوجي. شكرا. يا مليح يا مليح يا زوجي، لماذا تضرب رأسك بالعصا؟ أنا حر في رأسي. يا زوجي، إذا وفر على يدك الأتعاب واضرب رأسك بالحائط أو الباب. بشار يا بشار، نعم يا لبينة. أما رأيت الغربال بعد؟ منذ الصباح لم أعرف الارتياح وقد تعبت من البحث عنه. وأين بحثت؟ هنا. هنا؟ جلست هنا وفتحت العينين فإذا مر بي أحد سألته الغربال أين؟ إذا فكرت بالغربال طول النهار. وبمن كنت تريدينني أن أفكر؟ فكر بي أنا كما فكرت أنا ببشار. فكرت طويلا كما تفكرين وبكيت الغربال الأمين. إنما تحدثت عنك وعني. هذا الذي صدر مني. فكرت بي؟ طبعا، وقلت تلك اللبينة حزينة على الضائع لربما هو الآن جائع. أقصد يا ابن العم، أما فكرت بقلبينا؟ أيضا نعم، فكرت أن قلبي قد مال وقلبك في أسوأ حال حزنا على الغربال. إيه، بدأت أفقد الصبر. هونا عليك يا لبينة، لن يتأخر الغربال علينا. أنا أتكلم في واد وأنت تتكلم في واد آخر. كما تأخرت في الصباح نتأخر نحن الآن. يا بشار أفصح الكلام. أفصحنا وسلمنا وعلى الغربال حزنا. قل لي كلمة طيبة، كلمة يقولها الحبيب للحبيبة. كلمة طيبة، كلمة طيبة. هريسة بالسكر. هريسة بالسكر؟ هذه كلمة يقولها الحبيب للحبيبة؟ هريسة ما بها، أنت تحبينها. سالأيام أصبح الغزل يأتي عن طريق المعدة بدل أن يأتي عن طريق الأفئدة. حمدا لله على سلامتك أيها الغربال، شغلت البال. الحزن كان شديدا والخوف عصف بنا وغيابك يا غربال أخافنا. يا غربال، كنت أتمنى ألا تعود، لأنني هيأت لك ألحان الحزن على العود، وهي تصلح للرثاء ومن صنع أبي الشقاء. لو أننا كنا نعلم بتلك الألحان الحزينة وسمعنا من أجلك يا أبا الشقاء كنا متنا. ما بالك يا زوجة القهر والتعاسة؟ ما بالك لا تسلمين على الغائب؟ عدت يا غربال؟ هكذا يقولون. لو أنك مت لحصل الارتياح وخففت عنه. يرتاحون مني؟ لا، بل أنت الذي يرتاح منهم. إكراما لعودة الغربال سأغني. هات يا أبا الشقاء.
إن شئت هجرا فهجرا أو شئت وصلا فوصلا إن شئت هجرا فهجرا أو شئت وصلا فوصلا صبرت عني فانظر ظفرت بالصبر أملا صبرت عني فانظر ظفرت بالصبر أملا إني إذا الخل وليته ما تولى إني إذا الخل وليته ما تولى إن شئت هجرا فهجرا أو شئت وصلا فوصلا إن شئت هجرا فهجرا أو شئت وصلا فوصلا. أحسن. والآن دعوني أجرب القوس والسهام. أرنا شطارتك وبراعتك. سنرى كيف يخترق السهم العلاء وكم من الوقت يطير في الهواء. ما هذه الإجادة؟ أحسنت الإصابة. هذا قوس سحري. أتبيعني هذا القوس يا غربال وأدفع لك ما تريد من المال؟ لا يا غربال، هذا القوس هو الذي أريد، فإنني سأدفع لك أكثر من المليح وأزيد. ما كنت أدري أن هذا القوس خطير وهو شهير. سأعرضه على أبي دلامة، والذي يدفع المال الكثير إليه القوس يصير. أنا يا غربال. أنا لا تلم الغائب من البشر واسأله عن الغياب إذا حضر. الغربال بصحة جيدة، ومع ذلك شغل الناس وقطع عنا الأنفاس. عندما كان الغربال غائبا خفنا عليه، وعندما عاد خوفنا يا ابن العم إليك وعليك. كلمناها عن حالنا فكلمتنا عن غربالنا. وعندما طلبنا منه كلمة طيبة من الإجابة صرت متعجبة. العتب غسيل للقلوب وينفع بين الحبيبة والمحبوب. والآن بعدما الغربال عاد اعتذر منها تعتذر إليك، فليس الخطأ منها وليس الذنب عليك. وقد قال أبو نجيبة: إذا وقع الخصام بين الحبيب والحبيبة فالخصام ليس عجيبة. الخصام جس للقلوب ليعرف الحبيب شعور المحبوب. صدقت وبالقول أحسنت. يا أبا دلامة، يا أبا دلامة، قم وانظر، هذا قوس سحري يرمي الطير من العلاء ويأتي به من كبد السماء. كفى مزاحا يا غربال. إذا كنت لا تصدق قم وانظر. وصل الطير، وصل الطير، ها هو آت من النافذة، لأن هذا القوس من الأقواس النافذة. حذاء. نعم حذاء. مهلا يا أبا دلامة. هذه المرة أنا سأقول لتسمع مني العقول. يا غربال. نعم. هناك رمينا لك الطير العجيب، وهنا رمينا لك الحذاء الغريب. أو تعرف لماذا؟
لماذا؟ لأن يا غربال أبا دلامة، أنقذنا يا أبا دلامة، لقد علق اللسان في فم الكروان. لا تلم الغائب من البشر، وسله عن الغياب إذا حضر. والذي يطيل الغياب لأتفه الأسباب، كأنما بأهله وأحبائه قد غدر. وإذا كان غيابه بسبب حذاء، حياة أهله معه بلاء ببلاء.